قصتنا النهاردة عن طفلة اتخطفت بعد ما اتولدت ب3 أيام بس، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إن أهلها يلاقوها بعد 17 سنة. والطريقة اللي لقوا بيها بنتهم كانت طريقة غريبة جدا وغير متوقعة. تعالوا كده مع بعض نشوف هم لقوا بنتهم بعد 17 سنة إزاي. في سنة 1997 في كيب تاون بجنوب أفريقيا، كانت سيليست وزوجها مورني نيرس كانوا في انتظار أول مولود ليهم. وفي 28 إبريل 1997 جه اليوم اللي سيليست كانت منتظراه بفارغ الصبر، وهو يوم الولادة بتاعتها. وبالفعل راحت المستشفى وولدت طفلة جميلة جدا وسمتها زيفاني. سيليست ولدت ولادة قيصرية، فبطبيعة الحال قعدت في المستشفى كذا يوم، وفي اليوم الثالث ليها في المستشفى حصلت حاجة عمرها ما تخطر على بالها أبدا. في اليوم ده سيليست حطت بنتها زيفاني على سرير الأطفال اللي جنب السرير بتاعها وراحت في النوم. ولما صحيت من النوم لقت في ممرضة في الأوضة وبتقول لها البيبي فين؟ البيبي راحت فين؟ فقالت أنا حطاها هنا جنبي على السرير. فقالت لها لا، البيبي مش موجودة في السرير. فدوروا في المستشفى في كل مكان بس ما وصلوش لحاجة، فبلغوا البوليس باللي حصل. فالبوليس لما جه دور في المستشفى حتة حتة ما لقاش أي أثر للطفلة زيفاني، بس البوليس لقى بعض الحاجات كان بيعتقد إنها ليها علاقة باختفاء الطفلة زيفاني. لقوا ملابس الطفلة، وكمان لقوا حقيبة يد وما فيهاش أي إثبات شخصية، ولقوا كمان مخدة أو وسادة في الممر بتاع المستشفى. الغرض منه السيدات الحوامل يدخلوا مباشرة لجناح الولادة من الشارع بطريقة سريعة. وللأسف في الوقت ده المستشفى ما كانش فيها أي كاميرات مراقبة. المحققين لما اتكلموا مع سيليست قالت لهم إن هي لما نامت قلقت أثناء ما كانت هي نايمة، بس قلقت وما كانش في وعيها وما كانتش دارية باللي بيحصل حواليها. المهم لما قلقت اتلقت في ممرضة واقفة جنب السرير بتاع زيفاني وقالت لها نامي تاني وارتاحي واطمني، وفضلت تطمن فيها لغاية لما اطمنت ونامت تاني وراحت في النوم. بس للأسف ده كان أسوأ قرار إن هي تروح تاني في النوم، وطبعا ما كانتش تعرف إن ده اللي كان هيحصل في بنتها. البوليس استجوب كل الأمهات اللي كانوا موجودين في جناح الولادة، فواحدة من الأمهات كان عندها قصة مثيرة جدا للاهتمام. فبتقول إن هي كانت برا الأوضة بتاعتها بتعمل حاجة شخصية لنفسها، ولما رجعت على الأوضة كان في ممرضة واقفة جوه الأوضة وماسكة البيبي بتاعها. فلما شافتها قالت لها أنت بتعملي إيه؟ قالت لها لا، بس كان الطفل بيعيط وأنا بسكته. فالست صاحبة القصة كانت بتقول إن هي ما كانتش مرتاحة لكلام الممرضة ورد فعلها. فالسيناريو اللي البوليس استنتجوا إن الممرضة دي أو الست اللي كانت عاملة نفسها ممرضة هي اللي استخدمت المخدة اللي لقوها في الممر بتاع جناح الولادة. فهي كانت حطها تحت الهدوم عشان تبان إن هي كأنها حامل، عشان لما تدخل جناح الولادة محدش يشك فيها. واحدة ست حامل محدش يقول لها أنت رايحة فين ولا جاية منين. وبعد ما دخلت جناح الولادة لبست الملابس بتاعت الممرضة عشان تقدر تدخل غرف الأمهات بدون ما أي حد يشك فيها. وبعد ما خدت الطفلة زيفن وطلعت بيها رمت المخدة وطلعت من الممر اللي هو يطلع على الشارع على طول. عيلة زيفني اللي هم سيليست ومورني كانوا معتقدين إن اللي أخدت بنتهم كانت عاملة خطة محبوكة علشان تاخد الطفلة من غير ما أي حد ياخد باله، وإن هي ما كانتش يهمها تاخد طفلة معينة، هي كانت عايزة تاخد أي طفلة وخلاص. والدليل على كده الشاهدة اللي قالت إنها شافتها في الغرفة بتاعتها وكانت شايلة البيبي بتاعها. المهم بعد يومين من اختفاء الطفلة زيفاني البوليس ما قدرش يوصل لأي حاجة جديدة غير الحاجات اللي هم لقوها في الممر بتاع المستشفى. وسيليست روحت على البيت في حالة من الصدمة ومش مصدقة اللي حصل. أول فرحتها تحول لكابوس مفزع. في الوقت ده كان كل وسائل الإعلام اتكلموا عن قصة زيفاني، يعني تقريبا جنوب أفريقيا كلها عرفت بالقصة دي. المهم يعدي كام أسبوع ويظهر خيط جديد. واحدة بلغت البوليس إن في واحدة من جيرانهم فجأة كده بقت حامل، وهم أصلا عمرهم ما شوفهاش حامل، ومعاها طفلة تشبه كتير قوي للطفلة زيفاني. فالبوليس راح على طول عشان يستجوب الست دي اللي عندها الطفلة اللي شبه زيفاني، بس البوليس اكتشف إن البيبي ده ولد مش بنت. وتمر السنين ومحدش يعرف إيه اللي حصل لزيفاني، كان مصيرها إيه وراحت فين. وعيلتها كان كل سنة بيحتفلوا بعيد ميلادها، وكان دايما عندهم أمل إن في يوم من الأيام هيلاقوا بنتهم.
وعلى مر السنين سيليست ومورنيه ربنا رزقهم ب3 أولاد كمان، بس للأسف سيليست ومورنيه بعد كده اتفصلوا، وعلى الرغم من انفصالهم إلا إنهم فضلوا يحتفلوا بعيد ميلاد بنتهم زيفاني كل سنة. وبعد 12 سنة في 2009 واحدة اتصلت بتليفون البيت عند سيليست بتقول لها أنا عارفة اللي حصل لبنتك، وطلبت منها فلوس فيما يعادل 70,000 دولار، وحددت مكان ووقت معين علشان يتقابلوا فيه وتديلها الفلوس. فالمهم سيليست بعد ما خلصت المكالمة على طول اتصلت على البوليس وقالت لهم على الحكاية، فالبوليس راح في نفس الميعاد وكان بيراقب الموضوع من بعيد، بس للأسف الست ما جاتش في الميعاد. فالبوليس تعقب رقم التليفون بتاعها وعرف اسمها ايه، اللي هي جليندا دوبلي، وعرف هي ساكنة فين، واكتشف انها ساكنة جنب البيت بتاع مامة سيليست، واللي طبعا كانت عارفة بالقصة كلها، وعارفة قد ايه ان سيليست ممكن تعمل اي حاجة عشان ترجع بنتها، فهي حابة تستغل الموضوع ده وتاخد فلوس. ده غير كمان ان البوليس لما راح عندها البيت ملقاش عندها اي اطفال. المهم اتحكم عليها ب3 سنين تحت المراقبة، وانها تدفع غرامة مالية و600 ساعة خدمة للمجتمع ببلاش. هنا بقى احداث القصة هتاخد مجرى تاني خالص، لان في 2015 بنت سيليست مورنيه اللي هي اسمها كاسادي، اللي هي جت على طول بعد زيفاني، كان عندها ساعتها 14 سنة، كانت أول سنة ليها في المدرسة الثانوي. ولما راحت المدرسة اتعرفت على ناس كتير وصاحبت على ناس، ومنهم واحدة كان عندها 17 سنة في السنة الأخيرة في الثانوي، وكان اسمها ميشي سولومون. المهم الاتنين دول من أول ما شافوا بعض في المدرسة حبوا بعض جدا، وكانوا حاسين إنهم يعرفوا بعض من زمان، هم مش عارفين ليه، هو بس مجرد إحساس، ولدرجة إن أصحابهم في المدرسة كانوا بيقولوا لهم أنتوا شبه بعض جدا. المهم سيليست ومورنيه لما عرفوا من بنتهم إن في واحدة في المدرسة تشبهها جدا، الموضوع شدهم أكتر عن البنت دي، فبنتهم كاسدي ورت لهم صورة سيلفي مع ميشي، فباباها ومامتها طبعا لما شافوا الصورة قالوا إن هما شبه بعض جدا، وهما زي ما يكونوا توأم، وشكوا إن دي بنتهم اللي هما طول عمرهم بيدوروا عليها. فوالد كاسدي اللي هو مورني قرر إنه يشوف البنت دي على الطبيعة، فالمهم أخدهم وخرجهم وفسحهم وأكلهم برا واتكلموا مع بعض. فسيليست ومورنيه بعد الخروجة دي وبعد إحساسهم إن البنت دي فعلا شبه بنتهم جدا، قرروا يخلوا بنتهم كاسدي تسألها عن تاريخ ميلادها، وبالفعل سألتها عن تاريخ ميلادها وقالت لها إن هي مولودة في 30 إبريل 1997. وبعدها بكام أسبوع ميشي كانت في حصة الرياضيات في المدرسة، وجه حد من إدارة المدرسة بيقول لها إن هي لازم تروح عند مكتب المدير، فميشي مش عارفة هي ليه لازم تروح عند مكتب المدير وهو عايز منها ايه. ولما راحت ودخلت لقت فيه 2 من موظفين الخدمة الاجتماعية في انتظارها في مكتب المدير، وده لأن سيليست ومورنيه لما عرفوا بتاريخ ميلاد ميشي بلغوا البوليس باللي عرفوه، فالبوليس قام بتحريات عن عيلة ميشي، وده اللي خلى 2 من موظفين الخدمة الاجتماعية يروحوا المدرسة عند ميشي. فموظف الخدمة الاجتماعية سأل ميشي أنت عندك أي فكرة عن قصة الطفلة زيفاني؟ فقالت له لأ، وما كانتش تعرف هو بيسألها السؤال ده ليه وهو بيتكلم عن إيه بالظبط، وسألها أنت عارفة أنت اتولدت في مستشفى إيه؟ فقالت له على اسم المستشفى وإن هي على بعد 20 دقيقة من هنا، وإن اسم المستشفى موجود في شهادة الميلاد اللي هي شافتها مرة قبل كده. وهنا قالوا لها إن اسمها مش موجود في سجلات المستشفى اللي موجودة في شهادة الميلاد بتاعتها، وطلبوا منها عينة لتحليل الDNA، وفعلا جابت لهم العينة، وما كانش عندها شك إن هي ما تطلعش بنت ليفونا ومايكل اللي هما باباها ومامتها. وقالت لهم إن مامتها ليفونا أم كويسة جدا، وإن هي عمرها ما كدبت عليها وبتعاملها أحسن معاملة، وبتعمل لها كل الحاجات اللي هي نفسها فيها، وكذلك باباها مايكل نفس الشيء بيعاملها أحسن معاملة، وهما الاتنين بيعاملوها كويس جدا وعمرهم ما كدبوا عليها. لما تحليل الDNA ظهر اتضح إن ميشي سولومون هي زيفيني اللي اتخطفت وهي عمرها 3 أيام بس. طبعا محدش عمره يصدق ان من صورة سيلفي تتحل لغز قضية بقالها 17 سنة، وان اختها الصغيرة تكون معاها في نفس المدرسة اللي هي فيها، والاعجب من كده ان كان طول عمرها عايشة قريب من بيت امها وابوها الحقيقي،